السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الكرة مع حلاوة الكرام ولقاء جديد. أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي. زي بعض يا شباب، أخرنا عليكم في الفيديوهات وعدانا حلقات كتير وعدانا شغل كتير، بس بفضل الله إن احنا نيجي أحسن ما نجيش خالص. بدأنا نظبط شوية حاجات وجبنا مايك عشان خاطر الناس اللي قالت إن الصوت وكده، ويا مسهل يا رب هنبدأ نطلع مع بعضينا في كذا فيديو متغير. في اللقاءات كانت كتير وماتشات كتير وقرعة دوري الأبطال وكل ده، بس هنظبط مع بعضينا يا جماعة وهناخدها واحدة واحدة عشان خاطر الأحداث ما تسبقناش، وهنحاول بقدر الإمكان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، ونبدأ ونقول يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا النهارده ماتش الاهلي والقطن الكاميروني. انا ما حبيتش اتكلم من امبارح على ماتش الاهلي والقطن الكاميروني، لا استنى نتيجه الهلال وصن داونز. اتفرجت على ماتش الهلال وصن داونز، والله العظيم الهلال مع فرقه كوره ولا عندها كوره بجنيه، والماتش النهارده صن داونز على الرايق كده باقل مجهود تعادل 1-1. بس زي بعضه الماتش الاهلي كان يستحق انه يخرج من البطوله. الاهلي ما اداش في البطوله دي اي اداءات مقنعه نهائيا. انت كل اللي انت عملته، انت قابلت القطن الكاميروني فرقه ناشئه لسه بيكون نفسهم، خدتهم 3 و4 وكلام زي كده، انا ما اختلفش معاك في كده. انما عند اي معترك قوي قابلت صن داونز ذهاب وعوده، تعادل اللي عندنا في مصر ومكسب عندهم هناك وبنتيجه تقيله. يا جماعه الاهلي فرقه مهلهله زي بعضه. الاهلي دي له كذا ماتش فرقه وحشه، فرقه ما بنعرفش، احنا مش عارفين تكتيكنا بنلعب ازاي. اللعب في الخطه كتير مع عمل الاصابات، كله ده خلى كولر مش قادر يحط ايديه على مفاتيح الخطه. انا مش هتكلم في خطط ولا هتكلم في تكتيكات، اصل فلان كان يعمل كذا، اصل علان كان يعمل كذا، كله ده كلام في الهوا. الاهلي لازم تبان شخصيته. عندنا ماتش مع الهلال، ماتش الهلال ده لازم نخرج باقل حاجه 3-4. اقسم بالله اللي عملوا معاك الهلال السوداني ده، وانه يستهزأ بيك ويقول لك انت بتكسب بالحكام وانت مش عارف ايه وانت بطل على ورق، اهو جالك الحظ النهارده في الدقيقه 90 دخل الاهلي البطوله تاني. انا الاهلي، انا 10 بطولات افريقيه، انا ملك السوبر الافريقي، انا ملك القاره دي. يجي فرقه زي الهلال تتكلم عليا بالطريقه دي وتقول لي انت بتكسب بالحكام وبتكسب مش عارف بايه وبتودي ايه وبتجيب ايه. ليه اوصل لده كله ده؟ ليه اوصل النهارده كجمهور الاهلي ان انا اقعد استنى صن داونز واقول يا رب انا ما عمريش شجعت لاحد غير الاهلي؟ ليه تخليني اروح اشجع اي منافس مهما يكون اسمه مهما يكون، واقعد اقول يا رب يعمل كذا ويا رب يكسب ويا رب يخسر ويا رب؟ ليه اوصل لده كله ده؟ انا الاهلي ما امري بايدي، ما اتعودتش مع الاهلي. انا راجل عندي 28 سنه، خلال مسيرتي اللي بتفرج فيها على الاهلي ما عمريش اتعودت ان انا اروح اشجع اي منافس عشان نتيجه تخدم الاهلي. الاهلي ما صعدش بمجهوده وبايده ما يستحق الصعود. احنا كجمهور كده، انا الاهلي لحد النهارده ما يستحق الصعود. هل في ماتش الهلال جاتني الفرصه لحد عندي هتجيب لي حقي كجمهور؟ هترضيني؟ هتكشر عن انيابك وتقول انا ملك القاره؟ انا عملت كده يا كولر انت والاهلي وبقيتوا لعيبه رجاله، احنا هنبقى في ظهركم. ما عملتش كده، ما تستحقش الصعود وما تستحقش ان احنا نقف في ظهرك. في تقصير في الاداره، في تقصير في اللعيبه، في تقصير في كل ده، بس انت كمدرب برضو عندك تقصير كبير. مارسيل كولر، احنا طلعنا اتكلمنا وقلنا يا كولر انت عندك فنيات وعندك وكنت ماتشات كبيره حلوه، مفيش ادنى مشكله، وشدنا بيك في ماتشات كاس العالم رغم الاداءات كانت حلوه بس النتائج كانت وحشه، ما تكلمناش. احنا جمهور بنعرف كوره وبنعرف نشوف الافكار. في ماتش البرميلا، في ماتش برميراس ده ولا في ماتش فلامينجو انت كان عندك مشاكل بين الهجوم ومش عارف ايه القصه دي، ما تكلمناش معاك. في ماتش ريال مدريد ملك اوروبا وبتاع وعملت اداء حلو، ما تكلمناش معاك. انما تيجي في ماتشات بقى الهلال وصن داونز وكده احنا ملوك القاره، احنا 2 افريقيا ورا بعض، احنا 10 افريقيا، اقرب منافس لينا معاه 5. انت بتتكلم في ايه؟ انت جاي على فرقه هي ملكه القاره دي كلها. ما ينفعش تيجي تقول لي اصل السفر، اصل مش عارف. انت ما كنتش تعرف ان في سفر؟ انت بعد ماتش صن داونز الثاني بتقول اصل احنا سافرنا قبلها ب 48 ساعه واصل ماتش المقاولين واصل. لا كولر حط ايدك على مفاتيح اللعب، كولر حط ايدك على اللعيبه، كولر ما ينفعش كده. انت الاهلي، حد من الفريق الاهلي وجمهور الاهلي يقف لكولر ويقول له انت الاهلي. يعني ايه كلمه اهلي؟ احنا 10 افريقيا، احنا ملوك السوبر الافريقي، احنا ملوك الدوري، احنا ملوك الكاس. اما لعبتش بتاريخ وفلنه الاهلي ما تخشش الاهلي، اتفرج فرقه تانية. احنا جمهور طماع، واحنا قلنا لك من الاول احنا جمهور طماع. اداء مع نتيجه، هتكسب لي بفرق 1 وبتاع وتقفل، ما ينفعش معانا الكلام ده، المزوق ده ما يمشيش معانا. احنا عاوزين نتائج وعاوزين فرقه. عندنا ماتش الهلال،
واجب علينا في ماتش الهلال ان احنا نكشر عن انيابنا، ان احنا الكل لعيب يكز على اسنانه ويجيب اخره. ماليش دعوه مين مصاب مين حاضر مين غايب، انت 30 لعيب بتلعب في الاهلي، يبقى بتلبس شيرت الاهلي يبقى قد كلمه الاهلي. عشان خاطر ما نطولش عليكم ونكتر في الفيديو، انا قلت اللي عندي. مواجهتك الجايه مع الهلال السوداني، اما كشرتش عن انيابك ووريت الكوره دي، وريت الفرقه دي ازاي تلعب كوره على الارض، يبقى انت ما تستحقش الاهلي، يبقى انت تلم شنطك وتتكل على الله. ما تقوليش السنه متصدر الدوري، الدوري ايه؟ الدوري ايه ده؟ انا 42 دوري، اقرب منافس ليا معاه 10 دوري ولا 12 دوري. تتكلم في ايه؟ انا الاهلي، انا اسطوره القاره. اما كشرتش عن انيابه كله احترم تيشيرت الاهلي وجزمه لعيبه الاهلي وعارف يعني ايه اهلي، خلي في علمك الكلام ده مش بالكلام، يعني الفعل ده مش بالكلام. عشان خاطر تقول لي لا انا ده كلام وده مش عارف ايه، لا، الملعب فيصل. ما بقولكش هتجيبهم هنا ونكسر ونضرب ونعمل، لا لا لا، الملعب فيصل. جمهور هتلاقيه في ظهرك، لعيبه في ظهرك، اداره في ظهرك، انت المايسترو. اللعيب اللي ما يجيبش 100% من عنده بره بره. الاهلي ما بيضغطش على اي مدرب لو كان هو مين نجم الفريق في الاهلي؟ محمد الشناوي كابتن الفريق، ما جابش 100% بره. العب بعلي لطفي، هات مصطفى شوبير الناشئ ده يلعبه، هات اي حد واحنا نقف في ظهره. ياما عتاوله رفعوا راسهم في الاهلي وطارد. عصام الحضري خير دليل، حتى الان بيتمنى يعدي من قدام خط السور بتاع الاهلي. تتكلم في ايه؟ انت يا كولر لازم تكشر عن انيابك، لازم توريهم العين الحمراء. فايلر كان بيعمل كده، ما كانش في واحد فيهم ضامن اساسي وضامن احتياطي. بتمنى من الاهلي الماتش الجاي يبقى ماتش قوي، وان هو يعبر عن نفسه ويعبر عن ارائه. وبتمنى من لعيبه الاهلي تورينا يعني ايه رجوله. احنا كجمهور ما قصرناش في جميع الماتشات وجميع الفرق، وقفنا في ظهركم والحلو قبل الوحش ودعمنا كل اللعيبه. مالكش عندي حاجه تاني. انا راجل بفتح تيكت وبروح استاد وبتفرج على الماتش عشان خاطر استمتع. ما تطالبنيش بحاجه اكتر من كده، ما تطالبنيش. انت بقى دي وريني ترقيصه حلوه عشان اخش معاك في المود واقول اوه يا كل ده هيجي منين؟ ترقيصه حلوه، بينيه كويسه، احنا جمهور ذواق. انما ما تجيش انت عامل حاجه خالص في الماتش وابيض ومفيش لعيبه، وفي الاخر ترجع تقول لي ايه؟ شجعني، ادعمني، اعمل لي، وتنزل لي ستوري على الانستجرام وتجيب لي جون تعمل لي كده تعمل لي كده. لا، ستوب. الجمهور ليه وقف. انا بتمنى من اداره الاهلي تبقى حازمه مع اللعيبه دي وتقف بوقفه راجل وتوريهم العين الحمراء. واسف لو طولت عليكم او انفعلت عليكم، بس انا مغلول من جوايا، ما رضيتش اطلع من امبارح. ما تفرحنيش بمكسب قطن ولا بمكسب مش عارف ايه فرقه لسه مش عارف تقول غلبتها 4 وغلبتها 5. لا، الاهلي مش الاهلي ده، مش الاهلي اللي يفرح بمكسب فرقه صغيره. الاهلي يكسب عتاوله القاره وحط رجل على رجل عشان نفرح له احنا كجمهور. غير كده يبقى كله ده ضحك على الدقون، وكده بتضحكوا علينا وبتنيمونا وعلى الفاضي وخلاص على كده. انا بتمنى ان يكون اللعيبه دي سامعه كل صوت اهلاوي وكل صوت جمهور الاهلي. النهارده جمهور الاهلي قاعد يتفرج على صن داونز والهلال وحاطط ايده على قلبه. انا ما اتعودتش كده. انا بقول لكم اديني بتاع كل 10 12 سنه بسمع كوره وبتشجع الاهلي وبتفرج على كوره. ما اتعودتش ان انا اقعد استنى النتيجه للمنافس. لا اصعد بدراعي واصعد بلعبي واصعد بكورتي. لا ما اصعدش واعمل احلال وتجديد وكل اللعيبه اللي مالهاش لازمه واللعيبه الكبيره اللي تمشي ونجيب صفقات محترمه. احنا مش نادي قليل، احنا مش نادي فقير، لا انت معاكم فلوس وانتوا نادي قوي ونادي غني. بتمنى تكون اللعيبه سمعت الكلمتين دول. ولنا لقاء اخر في مباراه الزمالك وشباب بلوزداد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.